قرأت قصة والله من أروع وأجمل ما قرأت. ذكرها صاحب كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي، وهي عن الإمام السبكي الكبير رحمه الله، وهو من علماء الشافعية. يقول: كان يوم من الأيام الإمام السبكي هو وابنه جالسين في المنزل، الأب في الغرفة يقرأ والابن في الصالة يقرأ، وكان الباب مفتوح، فدخل كلب. فبدأ الابن يعني يقول للكلب حتى يخرج، يقول له: اخرج يا كلب، اخرج يا ابن الكلب. والأب في داخل الغرفة يعني يسمع ولده إيش جالس يقول، فنهاه الأب عن هذا الكلام. فرد عليه الابن يعني وقال له: أليس هو كلب وابن كلب؟ فرد الأب وقال له: نعم، هو كلب وابن الكلب، ولكن شرط الجواز هو عدم قصد التحقير. قصة جميلة وبديعة، والله من أجمل ما قرأت يعني في ورع الأئمة وصيانة ألسنتهم رحمه الله من الزلل. وأن على الواحد منا أيها الإخوة يعني يربي نفسه على مراقبة قلبه قبل لسانه، فليست العبرة بالألفاظ وحدها، لا، بل بالمقاصد التي وراءها. فقد يكون اللفظ يعني مباح في ذاته، لكن يفسده قصد الاحتقار والتنقص. ولهذا كان السلف رحمهم الله يعتنون كثيرا بإصلاح القلوب، يعني كما يعتنون بضبط الأقوال والأعمال. فالأعمال والأقوال تتفاوت بقدر ما في القلوب من المقاصد.